هاي جايز، هذا زلومه شغلته الوحيده بالحياه يلزق منشورات مال مطاعم على ابواب البيوت حبيب قلبي، ويرجع بعد كم يوم على نفس البيوت اللي خلى عليها هاي المنشورات، وشوف هل اهل البيوت اجوا وشالوا هاي المنشورات من الباب لو لا. فاذا لقى المنشور بعده على الباب يعني هذا البيت فارغ واهله ما موجودين، فيوخر المنشور حبيب قلبي ويفتح الباب بطريقته الخاصه. بس امان الله حبيب قلبي حتى لا نظلم الولد، هو يدخل للبيوت يعيش بيها لفتره معينه ويطلع منها، وابد ما يبوك شيء من هاي البيوت، ويتعامل حبيب قلبي داخل هذا البيت على انه هذا بيت الخلفه، يعني يستخدم كل شيء ويعيش حياه طبيعيه وياكل ويشرب وينام مثل ما قلت لكم يعتبره بيته يعني. ويبدي زلومه يصلح اي شيء عاطل بهذا البيت، واي شيء يستخدمه ينظفه. عمي خليه يجي لبيتنا هذا وخليه يعتبره بيته، الله شاهد. اهم شيء عندنا غرف بالحديقه اللي ورا، صار لنا السنه متعاجزين نشيلهن. وبعد فتره زلومه يقرر يروح غير بيت لانضاج من هذا البيت القديم، لازم يجدد. وبالطريق مر على بيت هو كان مخلي على الباب مالته منشور، فلقى المنشور بمكانه حبيب قلبي ما حد شايله. وما احكي لكم البيت قصر، فقرر يدخل بهذا البيت ويعيش بيه. وفعلا دخل لهذا البيت ونفس كل مره اخذ راحته بالبيت عبالك بيته، واخذ صورة سيلفي ويا صورة صاحبة البيت، وقعد جاب كل الهدوم الوسخة بالبيت وقعد يغسلهن. لكم عمي وربي هذا ارقى حرام شفته بحياتي. وصلح كل الغراض اللي كانت عطلانة بهذا البيت، وطلع بالحديقة مال البيت واللي قعدهم هاي مال جولف، وقعد يلعب هاي اللعبة مال جولف. وفجأة نشوف بنية باوع عليه موجودة وياه بنفس هذا البيت، ونعرف انه هي هاي صاحبة البيت، وبقت تراقبه من اول يوم بدون ما تحس بوجودها. ومرة هو ونايم دخلت عليه صاحبة البيت، قالت له اخويا ان شاء الله تكون مرتاح يعني ويانا والشربايه مريحتك. فقال لها اي والله مو بيضيم الله شاهد. هو قبل قام وراح لبس هدومه حتى يطلع من البيت، بس سمع هاي المره وهي تحكي ويا رجلها على التليفون، وسمع شلون رجلها قاعد يرزل بيها بالتليفون ويقول لها بس ارجع الا كتلك كتله اقوى من الكتله اللي كتلتك اياها قبل لا اسافر. فزلومه راح على المره وقال لها يعني بس اسف على السؤال، بس ليش يعني يكتلك كتله قبل السفره وكتله بعد السفره؟ شنو لهالدرجه تحبين الكتل انت بنت النعال؟ فقالت له تسكت لا اشعل الغالي مالتك حبيب قلبي. فزلومه قال لها الظاهر انت ابدا مو سعيده ويا رجلك على هالكتل اللي شايلته يقول لها سعيده ويا رجلك. المهم قرر هو يطلع ينام بالشارع، بس كثر بالشرب وقاب، وقال هاي ايش عندها قاعده ببيتي تيه حبيب قلبي، يعني عباله هو بيته بس مخليها طابه بيه. المهم الشرب صعد براسه، بس من طب لقاها قاعده بالحمام تدق وتلطم على حظها الخايس. فراح حبيب قلبي زلومه وجاب لها ملابس من الكنتور وخلاها هي على القاع. يعني انا ما دا اعرف شنو معنى هالحركه الخايسه، بس يعني هو جزء رومانسيه بوكتهم والله ما اعرف. على العموم وطروب يجي رجلها من السفر، لا يا الكعبه راح يسوي لها سلق مذهب على الكتالوج. وباوع شاف اكو دراجه طابقه بالباب، قال لا يا بنت النعال على هالدقه طالبه اكل دليفري وما قايلت لي. انا عبالي عقب جايب واحد للبيت، فطب للبيت قالها توصين بيتزا من ورايا اليوم الا احرق الغالي مالتك. ما قلت رجلي جوعان راح يجي من السفر غير تطلبي لي حجم عائلي بنت الزفره. فقالت له انطيك قطعه، فصلتها بعجل قالها شنو كلب عندك تنطيني بس قطعه؟ وقبت العيطه حبيب قلبي. فزلومه من شاف الوضع هيك وشاف شلون هاي البنيه كل ساعه خطيه ماكلت لها كتله، قال صار لازم نتدخل. وراح على الحديقه وبدا يلعب لعبه الجولف وكانه ما ببيتهم. فاجى ابو البيت باوع هذا قاعد يلعب ولا يمه، فقال له حبيب قلبي ايش هالمضرطه؟ فقال لها بنت النعال هذا منو قاعد يلعب جولف بحديقتنا؟ قالت له حبيب قلبي هذا ابو الدليفري. قال اليوم اكفر بيك وبابو الدليفري اليوم. فشال التليفون حتى يخابر الشرطه، بس زلومه صلخ بطوبه مال جولف على صدره زوعه العافيه حتى يخليه يشعر بالالم اللي كانت تشعر به زوجته من يضربها. والله عمي زلومه شريف، يعني يا اخي هذا الانسان ما يقبل بالظلم نهائيا. راح زلومه على البنيه وقال لها امشي وياي لا تبقين وياه، عندي 1000 بيت غير هذا البيت، واني ابصم لك بالعشره انه زلومه حاط كتالوجات يمكن على نص بيوت كوريا ما ادري وين. على العموم راحت وياه على الدراجه، وفعلا عاشوا سوا، واي بيت يخلي عليه منشور وما حد يشيل المنشور يروحون هو والبنيه يقعدون بيه، وكانوا كلش متفاهمين بالرغم انه هم ما حد يحكي ويا الثاني. ما اعرف ليش، يمكن مستحين والله ما ادري شو قاضيه صافني واحد بوجه الاخ. وقاموا اي بيت يطبوا له يطقون صوره سيلفي هو وياها ويا الصوره مال اصحاب البيت. وبعد كم يوم راحوا على غير بيت، وصاحب هذا البيت ملاكم، وهم بدوا يرتبون بالبيت ويصلحون بالغراض الخربانه، يعني ما خلوا شيء ما سووا. والله شاهد يا جماعه ورب الكعبه هذول احسن حراميه شفتهم بحياتي، يعني حرامي تسلمه بيتك وانت الممنون، لان راح ترجع تلقى بيتك ملوز تلوز. المهم حبيب قلبي تالي الليل زلومه قال لها بالاشاره تعالي فلنسكر، وفعلا قعدوا يشربون لحد ما سكروا وبقوا مبوزين، يعني ما حد حكى نهائيا لا بصحتك لا ما ادري شنو، المضرط هذا كله ماكو، مبوزين الله وكيلك تقول واحد قاتل اهل الاخ. على العموم ورا ما كملوا شرب راحوا ناموا. ليش مو ابو البيت اجى للبيت ولقاهم ماخذين راحتهم بغرفته، وقال اي الله جابكم صار لي فتره ما متلاكم ويا احد. وراح حبيب قلبي جاب الجفوف مال الملاكمه واجى للغرفه وصرخ زلومه ببوكس الا فروجها فر، واستلمهم دق بوكسات. محس زلومه عباله حلمان لان ما مقتول هيك قتله بالحقيقه.
والملاكم ورا ما ضرتهم كتل حبيب قلبي قال لهم شباب امانه الله اذا ما بايقين شيء انا كل شيء ما عندي وياكم محللين وموهوبين روحوا توكلوا بالله. ففعلا عرف ان هم ما بايقين شيء حبيب قلبي فقال لهم يا شباب توكلوا بالله ومحللين وموهوبين بهاي الايام اللي قعدتوها بالبيت وما اعرف شنو. راحوا واخذ زلومه هاي البنيه على شقه بعماره كبيره كلش بس من طبوا للشقه لقوا جثه رجال كبير على القاع والكلب مالته قاعد يمه. المهم مثل كل مره يدخلون بيها لاي بيت ينظفون ويرتبون فهم شالوا الجثه وكفنوها ودفنوها يعني ما قصروا ويا هذا الشايب ابد حرام تقول امه وابوه. وبعد فتره اجى ابن هذا الرجال الشايب للبيت ولقاهم ورجع طلع برا وسد الباب وخابر الشرطه وفعلا جو الشرطه حبيب قلبي واخذوهم وبداوا يستجوبوهم. وبعد ما فتشوا اغراضهم لقوا الكاميرا اللي بيها كل الصور السيلفي وهي الصور مال اصحاب البيوت اللي كل ما يدخل زلوم وهاي البنيه اللي وياه يقعدون يطقون صور سيلفي وتمضرط دبلعوا. وسالوه عن الرجال العجوز اللي بالبيت بس زلومه قفل ما يقبل يحكي ويقول لهم ما لقينا احد بالبيت. بس البنيه شافتهم قاموا يضربون بزلومه فراحت اعترفت وقالت لهم حبيب قلبي من الاخير احنا لقيناه ممدد بالقاع الله شاهد شناه ودفناه ودلتهم على المكان. وراحوا الشرطه طلعوا رجال عجوز من المكان اللي دفنوه بيه واكتشفوا انه هو ميت بسكته قلبيه ووقع على راسه فسقطت عنهم تهمه القتل بس حكموا على زلومه بشغله البيوت اللي يدخلها وما اعرف شنو. يا اخي والله العظيم لو يبيعون يعني اهل البيوت لو يجون يعني المفروض اهل البيوت يطلعوه يا اخي والله رتب لكم البيوت صلح الغراض يا اخي ليش هالمضرط يعني قلت لكم اعتبروه حرامي وسجنوه. اما البنيه اجى رجلها وطلعها من السجن وقال لها شلون محضر لك كتله خرب هبل اليوم اسلق الغالي مالتك. ورجل هاي البنيه انطرشوا للضابط وقال له اريدك بس تطلع لي زلومه برا السجن بس تخليه مكلبج لان اريد اسوي له سلق مذهب. وجاب العده مالته مال الجولف وبدا يخبز بزلومه ويضربه بالطوبات مال الجولف مثل ما زلومه مره ضربه بالحديقه. وراها رجعوا زلومه للسجن وتعارك ويا المساجين صارت دق بوكسات فنقلوه للحبس الانفرادي. فاستغل الوحده العايش بيها بالحبس الانفرادي وقام يدرب روحه على المشي من غير صوت وكان يختبر نفسه وش قد قدر يتطور بالتدريب على حراس السجن بحيث قام يخليهم يحسون انه هو ما موجود بالمكان. ويطب عليه الشرطي ويصلخ براجدي يلزق وجهه بالحائط وقال له اذا بعد سويت هيجي اسلق مذهبك افتهمت له لا. بس زلومه ويا روحه قال لا هم يحب كتل هذا القواه. وثاني يوم اجى الشرطي وهم بقى يصيح عليه وما لقاه فطب للغرفه جوه وظل صافن زلومه ماكو. بس ورا شويه زلومه قال له دي وطلع مشلب بفتحه التهويه لفوق الباب وهم لزمه حبيب قلبه وكسره تكسير بالعوده. بس عبالكم يفيد بيه لا اصلا ولا يم السالفه. وراها بكم يوم هم اجى الشرطي وبقى يصيح عليه بس زلومه ما يرد وطب الشرطه للزنزانه لقى بس الهدوم على القاع. بس نشوف زلومه قاعد يمشي ورا الشرطي بدون ما الشرطي يحس بيه. بس الشرطي حبيب قلبي شاف اكو خيال وراه فعرف انه زلومه مشتهي كتله فلزمه حبيب قلبي وقلب التوبه قال له تالي وياك ابن النعال مو صار بيها سكر وضغط من وراك ابن الزفره. المهم هم قال له دير بالك القفك النوب تسوي هيك. ورجع زلومه يتدرب على حركه الشمس والظل وانه ما يخلي ظل يطلع يعني هالمضرطه الزايده من زلومه ليش ما اعرف. وعم اجى الشرطي وطب يدور عليه بس هالمره ما قدر يلقاه ابد. بس زلومه ضرب على كتف الشرطي ومن الشرطي ندار عليه زلومه خبز الشرطي بوكس طلع القهر مال الكتل كان يكتله كله وقدر يطفر من السجن. وراح على بيت البنيه وبدا يمشي وراهم بس بدون ما يحسون بيه انه هو موجود وياهم بالبيت. يعني هو حاليا هنا بهاي اللقطه حبيب قلبي اكو نوع من المضرطه التي يعني ما اعرف يعني ولا هو وراك بنت النعال انداري سريع وشوفي ليش قاضيتها سلو موشن وتندارين على كيفك وعلى اساس يعني هو متدرب وما حد يكشفه. شو المضرطه هاي؟ على العموم سمع رجل هاي المره انه زلومه طفره من السجن غير الدنيا اشتعلت شال العوده وقاعد ينتظر خاف يجي هو ما يدري قاعد وياهم بالبيت. بس مره من المرات البنيه قدرت تشوف خيال زلومه على الباب وعرفت انه هو موجود وياهم بالبيت. الحمد لله والشكر ربي انه قدرت تكتشف الموضوع ولا هو اصلا الموضوع مكتشف يعني واحد عايش وياكم بالبيت ما تقدر تندرون على السريع وتشوفوه هالمضرطه هاي. وقدر زلومه يعيش وياهم بنفس البيت من دون ما ابو البيت يحس انه هو واقف وراه. يعني ايش قد شايف اكو مضرط بالافلام بس هيك مضرطه اول مره اشوف والله لين يعني هسه لو جني مو بشر جني وياك بالبيت هم تحس انه اكو شيء قاعد يتحرك اكو واحد وراك واحد دا مضرط واحد دا ياكل من اكلك ابن النعال. لكن يعني هاي قدره زلومه يعني على الكتل اللي كله بالسجن قدر يكون قدره انفجاريه انفلاقيه مضرطيه تخليه انه ما حد يحس بيه وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبالنهايه حبيب قلبي بقى زلومه عايش ويا هاي العائله وبداوا يحبون بعض هو والبنيه ورجلها ما يدري بيها ولا يحس بيه بحيث زلومه قام ينام وياهم على الشربايه بس ولا يدرون بيه انه عايش وياه ولا يحسون به حبيب قلبي كانما ما موجود يعني ما اعرف زلومه صار هو من الكتل مال السجن والله ما ادري. المهم عاشوا عيشه سعيده هو والبنيه حبيب قلبي وبس يا شباب.